فيلم عن أم كلثوم من كتابة أحمد مراد. ده كان أسوأ خبر أنا ممكن أقراه أو أسمعه عن فيلم هيتعمل عن أم كلثوم، اللي هي يعني بالنسبة لي واحدة من أسباب الحياة أو الحاجات اللي بتساعدك على الاستمرار في الحياة. فليه أحمد مراد تحديدا آخر وأسوأ سيناريست ممكن يكتب فيلم عن أم كلثوم. الراجل ده يا جماعة، يعني علشان تكتب فيلم عن شخصية وشخصية عظيمة وثرية ومؤثرة وممتد تأثيرها لحد النهاردة بعد ما توفت من 50 سنة، فمحتاج حد يكون عنده قدرة على قراءة الشخصية من جوانب مختلفة، عنده نظرة أو زاوية مش منتشرة أو مش دارجة قوي، يعني عنده قراءته الخاصة للشخصية دي وتاريخها وتأثيرها وفنها. أحمد مراد بقى آخر واحد يعمل ده، لأن أحمد مراد ده مش كاتب جديد مثلا أو حد إحنا مش عارفينه، ده واحد ليه روايات كتير، يعني كتب آلاف الصفحات، ليه أفلام موجودة ومتشافة. ولا رواية ولا فيلم أنت ممكن تطلع منها بحاجة حقيقي، يعني ممكن تطلع منها هو عايز يقول إيه. هو بيعمل خلطة أنا دايما بسميه سبك الرواية المصرية، خلطة لطيفة كده، شوية غموض أو حاجات كده جن أو بتاع، على شوية جنس، على شوية مخدرات أو سكر وعربدة يعني. هو ميكس كده، وممكن برضه شوية أكشن أو ضرب أو بلطجة، تمام حلو كده، يلا عبي الرواية ونزل السوق وبتبيع. لكن أنت تطلع إيه؟ تطلع بإيه من الرواية؟ يعني الراجل ده عايز يقول لك إيه؟ يعني أنا ممكن أضرب لك أمثلة كتير جدًا لكُتّاب نجيب محفوظ وغير نجيب محفوظ يعني، إن والله الرواية دي أنت الlog line بتاعها، السطر الأساسي بتاعها الفكرة كذا، أنت عايز الكاتب عايزك تطلع بكذا، أو حتى لو مش هو عايزك، أنت كقارئ هتطلع بشيء ما. لكن أنا قريت لأحمد مراد 4 روايات تقريبًا: تراب الماس، الفيل الأزرق، 19، تقريبًا 3 أو 4، ممكن في حاجة واقعة منّي كمان. ولا رواية طلعت منها بحاجة، كلّهم كنت باخلّصهم والأحداث لطيفة وتمام، عايز تقول إيه؟ ما فيش. وطبعًا ده ضد تمامًا فكرة الأدب، كتابة الروايات يعني، اللي هي أساسها قايم على إن أنت عندك شيء ما عايز تقوله، مش عندك حدوتة جذابة جدًا فهتعملها يالّا سليكم يا جماعة. التسلية مهمة وكل حاجة، بس في نفس الوقت تقول شيء، هتعمل حدوتة من غير ما تقول شيء، فبالتالي أنت زي كيس اللِب يعني. فما ينفعش كيس لِب يا جماعة يعمل فيلم عن أم كلثوم، وخصوصًا إن أفلامه اللي عملها كمان ما بتقولش أي حاجة. وكلّها أفلام فنيًا يعني من ناحية السيناريو تحديدًا من متوسط وأنت نازل. ما فيش فيلم أحمد مراد عمله كان السيناريو بتاعه فوق المتوسط، يعني هو فيلم وحيد اللي كان متوسط أو فيلمين: الفيل الأزرق واحد وتراب الماس، والباقي كلّه تحت المتوسط كسيناريو، شغل سيء جدًا. فأنت هتقول إيه عن أم كلثوم يا عم أحمد؟ الحاجة التالتة إن أحمد مراد راجل لمّا بييجي يكتب حاجة عن التاريخ هو لا يتحرى الدقة التاريخية. ومثلًا آخرها الفضيحة بتاعة السيناريو بتاع افتتاح المتحف الكبير، وفكرة حزام أوريون والأهرام والقصة اللي هي علمية ما لهاش أي أساس علمي حقيقي، بيُطلق عليها يعني العلم مزيف، اللي هو خدها وعمل عليها اللقطة زي دي. فدي قناعات الراجل، فبالتالي أنت بتتكلم عن شخصية تاريخية عظيمة زي أم كلثوم. مش هيفرق معاك الدقة التاريخية، طيب تمام، الفيلم مش مهم فيه الدقة التاريخية، تمام يا جماعة، هنشتري النقطة دي. بس أمّا ييجي واحد أصلًا هي دي معروفة عنه، يعني مش هو مثلًا عارف المعلومة التاريخية السليمة، بس هيتجاهلها أو هيحتاج يصيغها بشكل معيّن دراميًا، فنقول تمام دي دراما وبتاع. لأ، أحمد مراد ما عندوش دراما، وأحمد مراد ما عندوش حاجة يقولها. فكمان لمّا تحط عليها إن فكرة الدقة التاريخية دي ما هو أصلًا بايعها من الأول، فدي حاجة مش مشجعة جدًا أو مش مشجعة خالص إن أنت تتفرّج على فيلم محمد مراد كاتبه عن أم كلثوم. يعني وأنا لسه ما شُفتش الفيلم، يعني ده مش تقييم للفيلم، هو ده انطباع عندي من الأول، من أول ما قريت الخبر، وباقوله دلوقتي لإن كل الناس اللي أنا شُفتهم اتفرّجوا على الفيلم، ولا واحد فيهم من الناس، أنا باتكلّم طبعًا الناس اللي شكرت ومدحت، مش اللي هاجموا الفيلم، ولا واحد من اللي مدحوا دول جاب سيرة أحمد مراد بالخير. كلّه بيتكلّم طبعًا على مروان حامد وقد إيه إن هو مُخرج متميز وشاطر، بيعرف يعمل صورة حلوة والتكنيك والبتاع وتمام، حلو جدًا. يتكلّموا على الملابس، على الديكور، ممكن حد كده إيه من تحت لتحت يعني يتكلّم على منى زكي في كام مشهد، حد يتكلّم على المزيكا والتصويرية بتاعة الفيلم والشغل اللي فيها.
لكن ولا واحد، في واحد قال أحسن أفلام أحمد مراد، طيب ما هو ممكن فيلم وحش برضه لأحمد مراد، بس أحسن أفلامه الوحشة عادي يعني مش ميزة. فحتى الناس اللي بتمدح في الفيلم ما فيش واحد جات له الجرأة إنه يقول والله السيناريو كان جامد جدًا، أحمد مراد عمل حاجة ما حصلتش خالص، أبدًا. حتى الناس يعني اللي بيعملوا ريفيوهات الأفلام معروف إن هُم بيطبّلوا لأي حد يعني ومشّاها بيطبّلوا، برضه ما حدش قدر ولا جات له العين إنه يشكر في أحمد مراد وفي سيناريو فيلم الست. فيعني دي حاجة تخلّيني أنا شخصيًا يعني اللي هو أنا أصلًا تاريخي كلّه وتجاربي كلّها مع أحمد مراد زي الزفت، في كتابة السيناريو أقول هو أنا واحد أعشق أم كلثوم يعني، يعني أنا صعب جدًا أتفرّج على الفيلم، بس هاتفرّج أكيد علشان بالنسبة لي يعني عيب حاجة تتعمل عن أم كلثوم وما اتفرّجش عليها، فهاتفرّج عشان كده بس، وأكيد هاتكلّم يعني عن إيه اللي شُفته في الفيلم وتحديدًا عن الscript عن السيناريو بتاع أحمد مراد، وأتمنى أطلع غلطان لإن فيلم حلو عن أم كلثوم، فيلم قوي عن أم كلثوم ده بالنسبة لي مكسب شخصيًا ليّا كأحمد، وبالنسبة لأي حد ممكن يتفرّج عليه ويحب الست دي زي ما أنا باحبها يعني. فلسه هاتفرّج. حاجة أخيرة يعني مهمة بالنسبة لي عن الفيلم، يا جماعة هو عيب إن إحنا نقول إن منى زكي miscast؟ يعني منى زكي مش مناسبة للدور؟ أصل أي حد يقول لك تجاهل فرق إن الشكل وفرق الجسم وفرق الأداء، وخُد إن منى زكي بتعبّر عن ست ضعيفة وقوية في نفس الوقت. نعم، طب ما كنا نعمل فيلم عن أي واحدة ما يبقاش عن أم كلثوم، ونعمل فيه السيناريو ده ونجيب منى زكي تعمله. فلا يا جماعة عادي والله تقول إن الفيلم عاجبك بس منى زكي كانت miscasting جدًا يعني، اختيار سيء، تسكين سيء للدور، عادي. وده باين جدًا من التريلر، باين جدًا من اللي يعرف منى زكي يعرف أم كلثوم، فده حاجة يعني ما ينفعش نتكسف وإحنا بنقولها، ما ينفعش وإلا هنبقى إيه ده أنت فاهم إن أفلام السيرة الذاتية لازم تبقى تقليد في الشكل وفي البتاع، يا جماعة مش لازم تقليد والله، يعني هل فردوس عبد الحميد لمّا عملت أم كلثوم كان في شكل، بس تقدر تنسى شوية إن دي فردوس عبد الحميد وأنت بتتفرج، صابرين مش بس عشان اللغز اللي اتعمل وبتاع، لأ ما هي صابرين برضه مش شبه أم كلثوم يعني، بس تقدر بشوية مكياج تقدر تنسى إن دي صابرين، لكن منى زكي مستحيل، فده شيء سيء جدًا وسلبي جدًا للفيلم ولمنى ولمروان حامد، بس ده مش وقته يعني خلّينا أمّا نتفرّج على الفيلم، أنا حبيت بس أقول إن يا جماعة أحمد مراد أسوأ كاتب سيناريو ممكن يكتب فيلم عن أم كلثوم أو عن أي شخصية تاريخية، لحد ما نتفرّج بقى.